حكايتنا بتبدأ يوم 4 يوليو سنة 1969 بشخص بيضرب نار على واحدة اسمها فيرن وواحد كان معاها، وبيتصل بالبوليس وبيبلغهم بالجريمة وإنه هو القاتل. وبينجو الشخص اللي مع فيرن وبتموت هي. وبعد 4 أسابيع بتوصل رسالة من القاتل واللي بيكون مسمي نفسه زودياك لصحيفة كرانكل، وبتكون عبارة عن شفرة وبيطلب من الجريدة تنشر الرسالة وإلا هيقتل أشخاص تانية كل يوم. وبيكون بعت الرسالة ل4 صحف تانيين. وبيبدأ بول الصحفي في قسم الجرايم إنه يحقق في الجريمة، وبتلفت الرسالة نظر روبرت واللي بيكون رسام كاريكاتير في صحيفة كرانكل، وكان عنده هواية حل الألغاز. وبنشوف إن في مدرس تاريخ متقاعد قدر يفك هو وزوجته شفرة بعض رموز الرسالة، وبيحاول روبرت إنه يكمل حل باقي اللغز. وبيكون في الرسالة رموز إضافية تشبه فوهة المسدس. وبيرجع زودياك لجرايمه من تاني وبيقتل واحد ومراته عند البحيرة، وبتموت الزوجة وبينجو الزوج. وبيبعت زودياك رسالة تانية لصحيفة كرانكل وبيكون